صباح الجمال على كل من ينتمي للنادي الاهلي. رجاله، مرتضى منصور راجل كبير ومحترم واخلاق، وداخلين على رمضان وكل سنه واحنا طيبين. والمفروض كابتن محمود الخطيب يروح ويتنازل عن حقه وحق مراته وحق عياله وحق اخته الله يرحمها وعن حق كل ام اتهانت. يعني عادي، يعني ايه يعني مرتضى منصور طلع يشتم ولا طلع يسب الامهات؟ ولما عرف ان في محاضر ضده طلع يشتم زياده وقال لك انا ما يشغلنيش ومحدش يعرف يحبسني. فطبعا اللي متفق مع كلامي ده واحد ما عندوش كرامه، واحد يعني هو متعود على الاهانه، بيتعشى ويتغدى ويفطر اهانه من سياده المستشار، بيحب يسمع السيره بتاعت مامته كتير. يعني هو واحد مش راجل، ما عندوش كرامه ولا نخوه، الرجوله ما دخلتش بيته، ما قعدش مع رجاله قبل كده من الاخر يعني. فطبعا اي حد متفق مع الكلام دوت يعني هو المفروض يروح يدفن نفسه. ليه؟ لاني معلش، انت لو راجل وعندك كرامه ونخوه هتعرف يعني ايه كل يوم تتهزق وكل يوم تتشتم بامك وانت بتلجأ للقانون، واحنا مش عايزين غير ان القانون يتطبق. والقانون اتطبق دلوقتي. عارف اقول لك على حاجه؟ لو رحت دلوقتي فتحت الزنزانه على سياده المستشار بتاعك دوت هتلاقيه بيسب في امهات لسه. اه والله، ما هو اللي زي دوت يموت الزمار وصوابعه بتلعب. وديل الكلب عمره ما بيتعدل، والله ديل الكلب عمره ما بيتعدل يا رجاله. تقول لي بقى عفو عند المقدره وتقول لي سماح وتقول لي داخلين على رمضان. يا راجل بطل تبريرات، يا راجل بطل تبريرات. ده لو شاف امك ممكن يتحرش بيها ويشتمها. اه والله العظيم. فانت روق كده وقول لا اله الا الله وحد الله كده. ده انت تحمد ربنا اللي انت قايم النهارده على خير، بعدم وجود المستشار اللي هو يسيب امك وما تسمعش اهانات. ده خير ليك، بس انت مش فاهم الكلام دوت ومش هتفهم الكلام دوت لان انت متعود على الاهانه. وزي ما قلت لك بتفطر وتتعشى وتتغدى اهانه من سياده المستشار. طارق يحيى طلع يبوظ الدنيا امبارح بيقول لك اعفو عنه عشان مستني مولود من مراته التانيه. انت بتبوظ الدنيا بصرف النظر طبعا مولوده تانيه ولا مولود تاني في السن دوت. ما علينا ما علينا، هنقدر اللي هو بياخد افيون مثلا ومراته حامل، راح تقول لمراته الاولانيه مرتضى بيتجوز عليكي؟ يخرب بيتك. يا نهار ابيض، فضحت الدنيا يا ولا.